ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده جاي اكلمكم عن فيلم انيميشن جديد نزل مكسر الدنيا اسمه الروبوت البري او بالانجليزيه زي وايلد روبوت. فيلم من انتاج شركه دريم ووركس. ناس كتيره بدات تتكلم عنه. بصراحه لما شفته قلت لازم اعمل لكم ليه تحليل لانه مختلف شويه عن اللي متعودين عليه، مش بس الاطفال، لا في رسائل عميقه وكده. ويلا بينا نحكي الحكايه كلها. الفيلم بيبدا لما سفينه بتنقل مجموعه روبوتات لخدمه البشر، بس السفينه بتغرق وكل الروبوتات بيتدمر ما عدا واحده بس، روز روبوت خدمه بتوصل لجزيره مهجوره كل اللي فيها حيوانات وغابه مفيش بني ادمين. في الاول الحيوانات بيخافوا منها طبيعي، يعني الروبوت وسط الطبيعه حاجه غريبه عليهم، بس مع الوقت روز بتبدا تتعلم لغتهم، تراقبهم، تساعدهم لحد ما بيبداوا يتقبلوها. المفاجاه الكبيره لما روز تلاقي بيضة وزة امها ماتت وتقرر تربيتها بنفسها، وده كان بدايه التحول. روز من مجرد روبوت لأم بتربي طفل بتسميه بريتابل، وبتبدا تعلمه يطير وتربيه زي اي ام وزة عاديه. الجزيره كلها بقت متقبلاها، روز بقت جزء من المجتمع الحيواني ده، بتحمي الحيوانات بتساعدهم وبتعيش معاهم، بس للاسف الوضع ما بيفضلش كده للأبد. الصراع الحقيقي، اللحظة اللي قلبت الفيلم لما الشركة المصنعة للروبوتات بعد فترة تكتشف وجود روز على الجزيرة، فبيبعتوا روبوتات متطورة أكتر هدفهم يرجعوا أو بمعنى أصح يمسحوا ويعيدوا برمجتها كأنها ملكية ضايعة منهم. هنا بقى روز بتضطر تحمي نفسها وتحمي ابنها بريتابل ومعاها الحيوانات اللي خلاص بقوا عيلة. بيحصل صراع عنيف جدا، مش أكشن بمعنى ضرب وتكسير، بس فيه توتر، فيه هروب، فيه مشاعر خاصة. إن روز روبوت مش معمول للقتال أصلا، بس الطبيعة علمتها تقاتل وتدافع. في النهاية في الآخر روز بتضطر تضحي عشان تحمي الجزيرة، وابنها بتوافق تمشي مع الروبوتات اللي جم ياخدوها. بس في مشهد مؤثر جدا، الحيوانات كلها بدأت تمنعها، بيقولوا لها ان انتي مش مجرد آلة، انتي بقيتي جزء من عيلتنا، بس هي عارفة انها لو فضلت هتعرض الكل للخطر. الفيلم بينتهي بلقطة حزينة شوية، روز ماشية بس بريتابل بيوعدها انه هيلاقيها. النهاية مفتوحة، مفيش إجابة واضحة، بس باين ان الفيلم بيمهده لجزء تاني، لأن القصة الأصلية في الكتب ليها تكملة، وكمان النجاح اللي عمله الفيلم بيأكد ان في جزء جديد في الطريق. تحليل عن القصة كلها مش عن الروبوتات دي، عن رحلة، عن التقبل، عن فكرة انك ممكن تلاقي مكانك حتى لو انت مختلف، وان العيلة مش بس دم، ممكن تكون ناس او كائنات تختارهم وتختار تحميهم وتعيش معاهم. وكمان في رسالة واضحة عن التكنولوجيا، هل ممكن الروبوتات او الذكاء الاصطناعي يتعلموا الانسانية، وهل احنا كبشر لازم نكون اكتر رحمة زي الحيوانات اللي قابلت روز. الفيلم بيخليك تفكر في الاسئلة دي وانت بتتفرج عليه. الاداء الصوتي والتمثيل من اكتر الحاجات اللي شدتني في الفيلم، الاداء الصوتي، خصوصا صوت الممثلة اللي قامت بدور روز. ولو مش عارفها، دي ممثلة تقيلة جدا، صوتها هادي بس فيها مشاعر، وده مناسب لشخصية روبوت بيتعلم ازاي يحس ويعيش وسط الطبيعة. كمان عندك بيدرو باسكال اللي بيعمل صوت الثعلب، وكيت كونر اللي عمل صوت الفرخ بيرتبل، كلهم عملوا الشغل حلو جدا، تحس انك قدام شخصية حقيقية مش مجرد رسوم. الانيميشن والتصميم، الانيميشن بقى حاجة تحفة، مش اللي هي الالوان فاقعة وحركات سريعة للاطفال، لا الفيلم واخد ستايل شبه رسم مائي، زي لوحة بتتحرك، مناظر الغابة، البحر، الحيوانات، كلها تفاصيل حلوة جدا ومريحة للعين. لو بتحب الحاجات اللي شبه افلام استوديو جيبل هتحس بجو مشابه هنا. الموسيقى والاجواء، الموسيقى التصويرية معمولة بشكل ناعم جدا، مش عالية بس بتحسسك باللحظة سوء، لحظة خوف، توتر او مشاعر دافية. في النهاية كمان في اغنية مؤثرة جدا اسمها كيس ذا سكاي، صراحة الاغنية دي زودت الفيلم احساس وانسانية اكتر. رسائل ومعاني، اكتر حاجة بتميز الفيلم ده مش مجرد كرتون اطفال وخلاص، لا في رسائل عميقة. الفيلم بيتكلم عن ازاي الواحد ممكن يلاقي مكانه في عالم غريب عليه، اهمية التعايش مع الطبيعة، فكرة الاسرة مش لازم تكون بيولوجية، ممكن تكون اختيارية. وكمان بيدي لمسة عن الروبوتات والإنسانية، يعني التكنولوجيا لو دخلها مشاعر واتعلمت من الطبيعة ممكن تبقى جزء من العالم مش تهديد له. كل ده من غير ما تحس انهم بيعلموك غصب، لا الرسائل طالعة من القصة طبيعي جدا. رأيي نهاية الفيلم حزينة بس منطقية، ما فيهاش أوفورة ولا مبالغة، وكل خطوة في القصة كانت مدروسة. فيلم فعلا بيدي إحساس إنك عشت مغامرة مع شخصيات حقيقية مش مجرد رسوم متحركة. لو عايزين أعمل توقعاتي وتحليل للجزء التاني اللي بنسبة كبيرة هيعملوه، قولولي في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب، واستنوني في الفيديو الجاي، وسلام.